السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وسعاده وراحه بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله جما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناه الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل حمص الشام يا جماعه او الحلبسه. طريقه سهله وبسيطه ومن الاكلات الحلوه قوي قوي اللي بتحسسنا بالدفى طول الشتاء، واليومين دول فعلا محتاجين ان احنا نعمل الحلبسه يا جماعه. اليومين دول في هوا كده وفي برد شويه يعني، فمحتاجين ان احنا ايه ندفي نفسينا كده. ودي من الاكلات زي ما بقول لكم اللي بتدينا شعور بالدفى. جبت الحمص يا جماعه زي ما انتم شايفين، نقيته وغسلته ونقعته. لازم أن الحمص يا جماعه يتنقع مش اقل من 12 ساعه. تمام كده؟ تمام وزي الفل. يبقى الحمص بتاعنا نضيف ومنقوع لمده 12 ساعه. هنجيب الحله بتاعتنا ونحط فيها ايه؟ الحمص الجميل ده. حطينا الحمص في الحله وحطينا عليه الميه وولعنا البوتاجاز يا جماعه، وهنسيبه يستوي بقى. مش يستوي بنسبه 80%. تمام. هنعمله يا جماعه احلى واطعم من بتاع العربيات يا جماعه. فاكرين كده اما نكون ماشيين على الكوبري كده ونشم ريحه حمص الشام كده او الحلبسه كده، يا بنبقى بنتجنن عليه. لا، النهارده هنعمله بطريقه سهله وبسيطه وطعمه ولا اروع من بتاع العربيات. تمام كده. هنسيب بقى ايه الحمص بتاعنا زي ما قلنا يستوي بنسبة 80%. تمام. هنا الحمص عندي يا جماعة استوى بنسبة 80%. تمام كده. عندي بقى ايه معلقة حلوة كده من الثوم هنزل بيها. الثوم ده بيديها نكهة حلوة قوي قوي الحمص الشام يا جماعة. تمام. وعصرة بقى كمان ايه، عصرة نص شفشق كده من الطماطم برضو هنزل بيه. بسم الله. بالشكل ده. نقلب تقليبه حلوه كده وبسيب الطماطم يا جماعه بقى ايه تستوي مع الحمص الشام كده. تمام. خمسية كده ونبتدي ننزل ببقيه المكونات. حمص الشام ابتدى يغلي معايا والطماطم ابتدت انها تستوي. تمام كده زي الفل. عندي ايه بقى؟ عندي 3 4 ليمونات كده حلوين عصرهم زي ما انتم شايفين. هبتدي ايه انزل بيهم. وعندي ايه كمان بقى؟ عندي اللهم صل على النبي، عندي معلقه ملح، معلقه كمون صغيره، معلقه بابريكا ودي هتفرق قوي قوي في لون حمص الشام، ومعلقه شطه كبيره. تمام كده. يبقى معلقه بابريكا، معلقه طبعا الملح حسب الرغبه، كمون، معلقه شطه كبيره كده. وببتدي اقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعضيها. تمام اهو. بصوا البابريكا فعلا اللون اختلف يا جماعه ازاي اهي. وبسيبها بقى ايه شويه كمان كده. بصوا بقى كده الحلبسه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله كده هي جاهزه معانا. وشايفين كمان اللون بتاعها يا جماعه تحفه والله العظيم. لونها تحفه وطعمها جميل جدا جدا. والحمص عندنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم بجد مستوي. بصوا كده بسم الله ما شاء الله. بصوا مولع. بصوا ادي الحمصايه. بصوا زبده يا جماعه مستوي يعني بجد. يعني عايزه اقول لكم الحمص ده حلو قوي قوي قوي، وخصوصا في الشتاء ده يا جماعه بيدينا كده يعني ايه احياء بالدفى بصراحه يعني. كده خلاص الحمص الشام بتاعنا خلاص يا جماعه جهز. هنغرفه بقى، نبتدي نغرفه في كوبايات. عايزه اقول لكم كمان الشطه دي بتبقى حسب الرغبه والملح حسب الرغبه. عايزاها مشطشط قوي بتحطي الشطه بتاعتك، عايزاها معقول بتحطيه. لو عندك الولاد مش بيحبوا الشطه كده تمام. هنطفي عليه ونبتدي بقى ايه نغرفه في الكوبايات بتاعتنا. وده كده حبايبي شكل حمص الشام بعد ما ايه حطيناه في الكوبايات. بصراحة تحفة وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكل. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش طبعا في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.